الله الرحمن الرحيم. أستاذة كوثر مدير إدارة الزاوية الحمراء، ما بين محبين لها من كل العاملين مع إدارة العشق وما بين كارهين لها من أصحاب المصالح الشخصية والكسالى والفاسدين، لنا لقاء معها لتوضح رأيها في كل القضايا المثارة وفي كل الإيجابيات التي وجدتها مدى عملها. وعايزين نتعرف مين هي كوثر الشافعي بالنسبه للناس. استاذه كوثر، ممكن تعرفي نفسك الاول؟ اهلا بكم، مرحبا باداره الزاويه الحمراء التعليميه، شرفتونا، اهلا وسهلا. طبعا فرصه سعيده جدا ان انا اقول كوثر محمد احمد الشافعي، مدير عام اداره الزاويه التعليميه، تكليفا بالاستاذه الفاضله فاطمه خنتي وكيل اول وزاره. الحمد لله رب العالمين، كان لي خطوات منذ تعييني. أنا خريجة جامعة عين شمس، بكالوريوس علوم التربية، تخصص تجاري، والحمد لله رب العالمين اشتغلت مدرس وتدرجت في تدريسي معلم ألف، معلم ألف لمعلم أول ألف، معلم خبير. خرجت من التدريس على العمل بالإدارة، وكنت أول عملي وتعييني بإدارة النزهة التعليمية. اشتغلت في التوجيه لقسم أنشطة، خلصت قسم الأنشطة وأخدوني لقسم المتابعة. كانت متابعة المدارس بإدارة النزهة متابعة شيقة، إن الإنسان يتعلم إزاي الإداريات وإزاي ينعم بمعاملة الآخرين وإزاي يتألق إن هو ينجح فعلا. أخذت دورات تدريبية كتيرة جدا وأنا في إدارة النزهة، التي او تي والاي سي دي ال والسي ال ال للقرائية. أخذنا دورات لدرجة إن الفكر توسع، والحمد لله رب العالمين. دخلت مقابلة مرة واثنين وثلاثة، والرابعة جابت معايا نتيجة الحمد لله رب العالمين، وأصبحت وكيل إدارة. مسكت أول مرة وكيل إدارة في إدارة المطرية التعليمية، وكانت إدارة الحمد لله رب العالمين. اتنقلت منها لإدارة منشأة ناصر وكيل إدارة، قضيت فيها سنة دراسية رائعة. قمت بنشاط، قمت بالناحية التعليمية، قمت بالإداريات، قمت بكل ما هو يختص به وكيل الإدارة. جات لي ترقية تكليفا لمدير عام إدارة في إدارة الخليفة والمقطم. الحمد لله رب العالمين. كنت دايما أقول دي إدارتي الغالية، لأنها أول إدارة أترقى فيها ترقية مدير عام. ومنها جات لي نقل تكليفا برضه مدير عام إدارة وليس غيرها لإدارة الزاوية التعليمية. أستاذة كوثر، بعد ما سيادتك انتقلتي لإدارة الزاوية، ممكن نعرف إيه أهم السلبيات اللي أنت واجهتيها في إدارة الزاوية وبتحاولي تحليها أو تحليها؟ والله حضرتك أي مكان ممكن حضرتك تتواجد فيه مش بتبقى سلبية كسلبية بتأذي حد، إلا إن ممكن يكون خفي على الأفراد أو على الأشخاص أو على العاملين بأي مكان لواقع التصرف أو لحقيقة العلم بالشيء، زي منشور، زي قرار وزاري، زي أي حاجة ممكن ياخدوا بيها موقف. أنا لقيت في إدارة الزاوية المدارس الحمد لله عددها 34 مدرسة، منهم التجريبي، منهم الابتدائي، الثانوي، الفني، ولكن ما فيهاش الحمد لله برضو من الإدارات اللي هادية نسبيا، لأن بيبقى فيه العمل زيادة، هادية من ناحية العمل أو الاهتمام أو التعامل، مفيش مدارس خاصة. من هنا وجدت بعض المدارس بتعمل في الفترة الليلية، اللي أنا عرفته من خلال تشكيل لجنة شكلتها عشان متابعة المدارس بالفترة المسائية، وخصوصا إن إحنا كنا داخلين على فترة عيد، فكان لازم أكون لجنة عشان ترى الناحية الأمنية بالفترة المسائية طبقا لقرارات معالي الوزير الحمد لله رب العالمين. فيها أهم شيء عدم استغلال أو استخدام المدارس في أي عمل غير المنظومة التعليمية. وجدت بعض المدارس فيها ملعب ليلي، والملعب ده بيتم تأجيره بالفعل،
وعلى يد افراد بعلمهم واشخاص بعينهم، لكن الحمد لله شكلت لجنه برضو رسمي، وراحت اللجنه وكتبت لي تقرير اثبات حاله. اثبات الحاله حولته شؤون قانونيه، ومنه اتخذ قرار بحسب الموقف تماما. وكل ما بيجي نخطي خطوه لازم بتكون عن طريق لجنه واثبات حاله عشان يتم اتخاذ الموقف بطريقه سليمه، وكل ده تنفيذا لقرار معالي الوزير الله يبارك له. القرارات بتسند القائد في تصرفاته للبعد عن الفساد او الفشل اللي ممكن يكون في اي اداره. استاذه كوثر، بكل اداره بتروح فيها بيلقبوكي بالمراه الحاليه، ممكن نعرف ايه سبب التسميه دي؟ الاسم ده حضرتك انا سمعته كتير جدا، لكن يمكن علشان قراراتي بلا رجعه، باخد القرار الحمد لله رب العالمين. بس طبعا بفكر فيه بمنتهى الاتزان، لان الرجوع في القرار ده بيبقى صعب جدا على اي شخص، سواء شخص بيعمل في اي وظيفه، وخصوصا اذا كان قائد مجالي. قراراتي حاسم عشان كده المره هديها ازاي. طيب استاذه كوثر، ايه اهم الطموحات او الافكار اللي احنا ممكن نعمل ارتقاء العمليه التعليميه في اداره الزوايا؟ بالنسبه للارتقاء، في اي مكان كل انسان عنده فكر، كل مسؤول، كل قيادي، كل عامل، كل موظف فكره لو طرح بيتم تنفيذه يبقى المكان تألق. بحب قوي المقولة اللي بتقول معا دائما نستطيع، ودايما اكتبها في اي حاجة بنزلها عن الإدارة اللي بكون فيها. معا دائما نستطيع لنتقدم، لنرتقي، لنزدهر، نبدع، وننشط. انا من ساعة ما جيت شفت حاجات جميلة قوي في الإدارة، بس عايزة خطوة اجمل لتنفيذها. زي وحدة التدريب ما شاء الله، وقسم التدريب نشطنا الموقف فيه بسرعة، وتم إعادة تجديده في 24 ساعة. أنا بشكرهم جدا قسم التدريب عندي في إدارة الزاوية. في 24 ساعة على الأقل كان ممكن يقولوا الوقت قدامنا، ولكن فعلا نفذوا التجديد، وتم عمل دورات تدريبية رائعة بوجود عديد من المدربين اللي رفع المنظومة بالنسبة للإدارة الحمد لله. حاجة كمان، كان في معمل شبه مختفي، معمل طورناه وتوظف بالفعل في خلال 48 ساعة. كان داخل المعمل محو أمية الإداريين للكمبيوتر، تم تنشيطه، وده مش من خلال كمبيوترات، ده من خلال لابات عدد كبير جدا مركون في الدواليب، الا انه استخدم عن طريق الاستاذه موجه اول الحاسب الله يبارك لها، وتم بالفعل التدريب ونشط الموقف. اكتر من كده عندنا افكار كتيره قوي، بس مش عايزه اقولها الا لما بيتم التنفيذ الحمد لله. استاذه كوثر، هل كل مدارس الزاويه، احنا العام الدراسي خلاص على الابواب، هل كل مدارس الزاويه الصيانه خلصت فيها والكتب وصلت المدارس وكل السداد جاهزه، ولا في بعض المعوقات اللي لسه انتم بتحاولوا تحلوها؟ أنا جيت استلمت في الزاوية يوم 23/8. بحمد ربنا إن ربنا رزقني بقوة بشرية رائعة في إدارة الزاوية التعليمية، جزاهم الله كل خير. بشكرهم من قلبي، لأن عمل مستمر قائم على النهوض بالإدارة خلى قلبي فرحان جدا إن فعلا هنكون إدارة رقم 1 بإذن الله، على قد ما بيقدروا، على قد ما الصيانة على أكمل وجه بأمر الرحمن. وفي نفس الوقت أنا بالنسبة لي المدارس على استعداد بكرة المدارس تدخل الحمد لله. ده بالنسبة للصيانة. أستاذة كوثر، إيه آخر إيه الرسالة الأخيرة قبل بداية العام الدراسي اللي توجهيها للمديرين والمدرسين وأبنائنا الطلبة استعداد للعام الدراسي؟ عايزة أقول لهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. دايما الإنسان بيأمل لبكرة، الأمل، المستقبل، بالحب، بالترابط، بالعمل، بالجد، بدون تكاسل، بدون نهوض لفشل. أنا بقول نهوض لفشل وهم كلمتين مضادين،
لكن في ناس بتسعى وده نهوض بالنسبه لهم ان المكان يفشل. باذن الرحمن اداره الزاويه التعليميه بعد بقول هتكون رقم 1 في الادارات التعليميه، على الاقل في مقدمين العلم، النشاط، التدريب. وعندي فكر كتير جدا جدا بالنسبه للطلبه ان احنا هنعمل دورات تدريبيه وورش عمل ننشط لنبدع. وكنت بفكر في عمل في الاداره السابقه ان احنا نعمل معمل كورشه عمل لاصحاب الابحاث واصحاب التالق الفكري والتالق العلمي من الطلبه كموهوبين علميا، وان شاء الله ننشط بيهم ونطلع على مستوى عالي قوي قوي باسم اداره النظام التعليمي. استاذه كوثر نشكر سيادتك ونتمنى ان شاء الله نقابلك في اخر السنه، وان شاء الله تكون اداره الزاويه تدل على الجمهوريه في كل المراحل ان شاء الله. ان شاء الله امين، ربنا يوفقهم كلهم واشكر حضرتك. شكرا. مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين